من سرجي مرجي من ويايا راح يجري. رمضان أهلا مرحبا رمضان. خليك معايا للنهاية لأن في الفيديو ده هكشف لك زاوية تفاصيل جديدة عن أغنية سرجي مرجي ترنيمة الجن المداح أسطورة النهاية رمضان 2026، وهنكشف مع بعض آراء الجمهور حوالين شخصية فتحي عبد الوهاب الجديدة. تعال أقولك، بعد ما الناس شافت أغنية سرجي مرجي بتاعة فتحي عبد الوهاب كان ليها آراء مختلفة. يعني في ناس بلغت في الوصف شوية واعتبرت إن المداح الجزء السادس داخل ينافس هوليوود، لأن فتحي عبد الوهاب داخل بشخصية تحسها الجوكر المصري أو جوكر العرب زي ما بيقولوا، وبصراحة الدور لايق عليه جدا. يعني لو عايز يمثل الجوكر بصراحة الأداء هيكون خرافي. وبعض الجمهور وفي زاوية أخرى قال إن الفنان فتحي عبد الوهاب لازم يمثل في دور الجوكر النسخة العربية لأنه هيكون لايق عليه جدا. وأقولك دلوقتي كمل معايا الفيديو للنهاية طالما أنت داخل عشان تعرف آراء الناس حوالين الترنيمة. أحب أقولك إن اللي جاي هيصدمك جدا. تعال أقولك إن في بعض الناس ولو 5% حسوا إن الأغنية بتفكرهم بأفلام ديزني أو أغاني ديزني. مش عارف ليه بصراحة، بس أكيد في سبب نفسي للموضوع ده. طيب خليني أقولك إن في بعض الناس حست إن الترنيمة مضحكة، بس مش عارف ليه الرأي ده غريب شوية. بس بعض الناس كان ليها رأي مختلف، وهو إن الصوت في جزء منه الذكاء الصناعي، وأنا مش هقدر أخالف الرأي ده أو أأيده، لأن الذكاء الصناعي مش بيخلينا نفرق الواقع عن الخيال، والذكاء الاصطناعي داخل في مجالات كتيرة ومجالات عمل كتيرة، فأكيد يعني حتى لو استعملوه في ترنيمة الجن في المداح أسطورة النهاية برضه مش حاجة كبيرة يعني. وبكده أبقى وريتكم بعض آراء الناس حوالين ترنيمة المداح أسطورة النهاية. ما تنساش تدعم الفيديو باللايك عشان الفيديو يوصل لغيرك، وتشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل وتنضم لجمهور القناة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.